عسلامة ومرحبا بكم في الشان يوتيوب خيران تي في. اليوم باش نحكيو على واحد من اهم الناس اللي شدت الكرة في تونس، وما نجموش ما نحكيوش على حمدي المدب. وكي نحكيو على حمدي المدب زاد ما نجموش ما نحكيوش على الترجي الرياضي التونسي. البارح حمدي المدب قام بالعديد من التصريحات واللي تحكي على مستقبل الترجي الرياضي التونسي. وفي التصريحات هذوما حكي حمدي المدب على مستقبل الترجي الرياضي التونسي وعلى شكون باش يتولى رئاسة الترجي بعد ما يخرج هو. كي زاد على جانب انا نعتبره مهم برشا اللي هو الجانب المالي. قال انا كي باش نخرج من الترجي الرياضي التونسي قال باش ناخذ معاه ماديا ومعنويا ومانيش باش نخلي الديون معناها تتراكم عليها. ولكن شنو هي السبب اللي خلى حمدي المدب يخمم باش يخرج من الترجي الرياضي التونسي؟ السؤال هذا جاوب عليه حمدي المدب في التصريحات اللي عملها البارح، وقال انه قاعد يعيش في برشا ضغوطات، وقال انه تعب معناها ما عادش يكمل، ما عادش ينجم يكمل في رئاسة الترجي الرياضي التونسي. وقال قال انه معناها الترجي انه هي حاجه ماهيش ملكه معناها الا ما يجي نهار معناها تسلمها واحد اخر. قال انه تعب في تسيير الترجي الرياضي التونسي على خاطر ثم برشا ضغوطات نفسيه عليه، وانه بالطبيعه انه كما نعرف انه حمدي المدب معناها ما يسيرش في ولا اي رئيس جمعيه ما يسيرش في فرع واحد هكا، يسير في فرع كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والفروع الأخرين. من الحاجات الإيجابية اللي تحكي فيها في المؤتمر الصحفي نتاع البارح انه ثم امكانيه باش يتعمل مركب رياضي خاص بالترجي كما نشوفوا في الجمعيات في الاوروب كما برشلونه ريال وليفربول. وعلاش ليه حاجه باهيه برشا للكره التونسيه. كما نعرفوا اللي زاد معناها الكره التونسيه في الوقت هذا تعيش ازمه نتاع استادات وكل شيء، معناها كان كل جمعيه ومعناها تولي عندها استاد نتاعها حاجه باهيه على الاخر. وان شاء الله معناها الجمعيات الكل من حسن الى احسن، وان شاء الله الكره التونسيه في تونس تتحسن على الاخر وما تقعدش عندنا المشاكل هذه نتاع وين باش نكوروا وين باش نلعبوا ماتشات البطوله وين باش نلعبوا ملخص القول. ان شاء الله البطوله التونسيه تتحسن وتولي في نيفو باهي، وان شاء الله كل جمعيه في تونس تولي ما عادش عندها مشاكل ماديه. وكان عجبكم الفيديو ما تنساوش باش تعملوا جيم وابوني، وفي الامان ان شاء الله في الفيديو الجاي.